سلام. في هذا الفيديو غنهضر على مجموعه الافكار اللي عندها علاقه بداكشي اللي واقع في فلسطين. وباش نوصل هذه الافكار وهذا الفيديو ما يتقمعش وما يطيروهش، غنحاول نقطع الكلمات او نبدل الكلمات اللي نورمالمون خصها تتقال بكلمات واحده اخرى. نتوما غتفهموني، ولكن لي زالغوريثم ما يفهموهاش. واخا متاكد انه واخا غنبدلوا الكلمات وهادشي كامل، ولكن لي زالغوريثم مع الذكاء الصناعي ولاو كيقراو اي حاجه وكيفهموا شنو كيتقال. نتمنوا انه ما يوقع حتى شي حاجه، وان الفيديو ما يطيرش، لاباج فيسبوك ما تطيرش، ولا شين يوتيوب حتى هي عاوتاني ما يطيروهاش. في النهايه غادي نقول الافكار اللي عندي كيف ما هي، والحفظ كيكون من عند الله سبحانه وتعالى. والا كانت غتوقع شي حاجه كيف ما كانت زوينه ولا خايبه، مرحبا بها، نقولوا بسم الله. فاش كتبع التفاصيل ديال الاحداث اللي بدات هذه السيمانه في قطاع غزه، نقدر نقول لك ان داكشي اللي كنشوفوه في الاعلام هو غير شويه من الحقيقه الكامله، حيث الاغلبيه ديال المحللين السياسيين الحقيقيين كيقولوا ان هادشي اللي وقع تما غادي يبدل الخريطه السياسيه في العالم. واخا كيبان لنا انه مشكل صغير واقع غير في قطاع غزه، ولكن القضيه راه كبيره بزاف، حيت داخله فيها امريكان وايران والسعوديه وتركيا ودول واحده اخرى. فاش كترجع للور وكتشوف المنطقه كلها كيبان لك انه كاين دول اللي عندها مخططات ديالها كتخدم عليها، بحال السعوديه مثلا اللي باغا تصاوب قوه اقتصاديه جديده في الشرق الاوسط والمغرب الكبير. وهذه القوه الاقتصاديه نورمالمون غادي تنافس القوى الاقتصاديه العالميه، وما يمكنش هذا الشيء يصدق الا ما دارتش السعوديه تطبيع مع الكيان. وباش يديروا هذا التطبيع مع الكيان عندهم شروط ديالهم اللي بغاو يفرضوها عليه، وطبيعه الحال غتفرض حتى على ماماه امريكان. ايران حتى هي غتدخل في هذا البلان، ولكن عندها شروط واحده اخرى عاوتاني. وفي وسط هادشي كامل الامريكان هزه الهم غير بنتها الصغيره المدلله وبغيها تكبر وتزيد تفرض راسها وتفرض القوه ديالها في منطقه الشرق الاوسط، وتبقى دائما هاربه على الدول اللي حداها وهي اللي كتحكم فيها. واي حاجه قاصت امريكان ما عندهاش مشكل انها توقف لي زاكتيفيتي ديالها كاملين وتصرف ميزانيات كبيره على بنيتها المدلله غير باش تبقى بخير وباش تزيد ديفلوبا اكثر. امريكان القوه الاقتصاديه الاولى في العالم، واخا فرض راسها وهادشي كامل دائما كتحس براسها بعيده عن العالم الحقيقي، العالم اللي فيه افريقيا قريبه منه اوروبا واسيا داخله معاهم. هنا فين كاين الكوندونساسيون ديال البشر، هنا فين كاينين الاسواق اللي ممكن دير فيهم تجاره، كاين بزاف ما يدار، وامريكان كتحس براسها بعيده. هذا علاش كان دائما هز الهم كيفاش تقرب من هاد القارات وتدخل في وسط منهم وتكون قريبه من اغلبيه الدول، وبهذه الطريقه غتقدر دير اللعب ديالها الاقتصادي والسياسي. نهار جات فكره تاسيس قررت امريكان انها غتبناها من جميع النواحي وغتعاونها سياسيا واقتصاديا وعسكريا باش تكون هي الفرع الرئيسي ديالها ما بين القارات الحيويه بثلاثه. وهذا علاش غادي نلقاو الرئيس الحالي ديال امريكان جو مولبيض هذه تقريبا 40 عام، يعني في الوقيته ديال الثمانينات خرج في واحد التصريح شهير ومازال دابا الناس كتجبدو، حيت راه كاين ديسپونيبل في لي ريزو سوسيو، ممكن تلقاه حتى في يوتيوب. وكيقول في هذا التصريح كون كان ما كانتش امريكان كان خاصها ضروري تختار شي دوله بحال غتمولها وتكلف لها بكل شيء وتحشيها في وسط الاغلبيه ديال دول العالم باش تكون قريبه منهم، وهكا تقضي المصالح ديالها وتستافد من التواجد ديال داك الدوله. نهار بدات عمليه طوف الاقصى، اول مسؤول في العالم خرج كيهضر وكيحتج هو الرئيس ديال امريكان. خرج معصب كيهضر حتى قبل من المسؤولين ديال وقال ان هذا الشيء خصو يوقف وغادي نعاونوا باي حاجه بغاتها باش تنتقم من الفلسطينيين. ومنطقيا غير كتشوف امريكان شاده في شي حاجه وكتدافع عليها بقوه ومستعده دير اي حاجه على قبلها، كتعرف ان ديك الحاجه غالبا شي حاجه د الباطل. في هذا الفيديو ما جيتش نهضر على عمليه طوف الاقصى، لان تبارك الله الصحفيين اللي كاينين تما دايرين اكثر من جهدهم ومغامرين بحياتهم وبالسلامه ديالهم، كيحاولوا انهم ينقلوا لنا الصور الحقيقيه اللي ماشي مزوره والاحداث كيف ما هي. وحاليا راني كنقلب وكنقرا وكنسول وكنسمع المحللين السياسيين الحقيقيين اللي كيديروا دراسه لهذا الحدث هذا بشكل عالمي، شنو غيكون التاثير ديالو. وبالتالي فكنحاول نجمع اكبر كميه الافكار باش نوجد شي فيديو يكون ان شاء الله ناضي مفصل على هذا الشيء اللي وقع وعلى التبعات ديالو، شنو كيتسنى العالم من بعد هذا الشيء. لانه كاين اللي كيشبه هذا الشيء اللي وقع بالحادثه ديال امريكان فاش كانوا الابراج تضربوا والعالم من ذاك الوقيته تبدل. غالبا كيقولوا المحللين انه نفس الشيء غادي يوقع دابا، فشنو غادي يوقع من بعد؟ عطوني فرصه نوجد هذا الفيديو هذا، ولكن ديال الحوايج استفزاتني، هذا علاش ما قدرتش نسكت وبغيت نعبر عليها. الحاجه الاولى هي الطريقه اللي كيتعامل بها الاعلام العالمي وخصوصا الاعلام ديال الغرب مع هذا الشيء اللي وقع. فاش كيهضروا على الناس اللي ماتوا في كيقولوا عليهم الضحايا المساكن الدراوش، مع العلم ان الاغلبيه ديال هذوك اللي ماتوا اما هما اعضاء في الجيش ديالهم او اعضاء احتياطيين في الجيش، يعني مدربين مكونين عارفين شنو كيوقع في الحروب. ونفس ذاك الاعلام فاش كيجي يهضر على الضحايا الفلسطينيين كيقول عليهم مجرمين ارهابيين، مع العلم ان الغالبيه ديال هاد الضحايا هما الدراري الصغار، كاين فيهم الرضع، كاين عيالات اللي
ما عندهم لا حول ولا قوه، وكاين رجال كبار في السن، وهذا الشيء راه طبيعي لانه فاش كنهضروا على قطاع غزه هو منطقه اللي صغيره بزاف وفيها كوندونساسيون كبيره ديال الساكنه، تقريبا 2 مليون ونص ديال الناس ساكنين في بقعه صغيره. هذا علاش دوك الناس ديال اس اذا ضربوا باي حاجه اي ضربه صغيره بسيطه بزاف راه غالبا غيكونوا فيها ضحايا، وهذا الشيء فعلا اللي كيوقع، وما كيشيروا غير على الله غير كيضربوا وكيموتوا الناس. الصراحه كاين بزاف ديال التعتيم الاعلامي والاغلبيه ديالو كيجي مع هادوك وكيزور الحقيقه باش الناس يتعاطفوا معاهم. شحال من حادثه مروعه ما وقعتش وكيهضروا عليها، كيقول لك حقا داروا فينا واذاونا وداكشي كامل ما كاينش، والصحفيين اللي كاينين في عين المكان كيبينوا انه داك الكذوب اللي كيتقال راه فعلا غير كذوب، ومع الاسف داك الاخبار كتدعم وكتنتشر في العالم كامل، وكاين الناس كيتيقوها وكيامنوا باللي هادوك مظلومين. ودابا المشكل في وسط هادشي كامل هو ان الاعلام نورمالمون خاص يكون محايد، ما يجي حتى مع طرف، والسوشيال ميديا كتقول انها كتدعم الحريه، ومن حق اي واحد كيشوف راسو مظلوم انه يعبر على هذا الظلم اللي كيعيش ويوصل الصوت ديالو. علاش الاعلام وعلاش السوشيال ميديا كيدعموا غير هادوك، كيوقفوا معاهم وكيفتحوا لهم المجال انهم يهضروا ويعبروا على الافكار ديالهم، واخا فيها الخطا واخا فيها التخربيق واخا داكشي غير كذوب وهكا كيدعموهم، وفي نفس الوقت كيبلوكيو اي واحد هضر على هذه القضيه هذه من جهه الفلسطين. وابسط مثال هو هذا الفيديو هذا اللي شي واخا هذه الطريقه باش كنهضر وكنحاول نخبي المصطلحات وهذا الشيء كامل، راه عارف ان هذا الفيديو هذا غادي يتقمع وممكن كاع يطير ويطير معاه لاباج واليوتيوب كاع ديالي. فين هي حريه التعبير؟ اكثر من هكا كاينين دول في اوروبا وفي امريكا كيقلبوا على اي واحد كيتعاطف مع الفلسطين كيحكموا عليه بتهمه التضامن، والسبب كيقول لك اسيدي انت كتضامن مع الارهاب. بنادم حاقد لهذه الدرجه وما حاملش انه يشوف شي واحد كيتضامن مع المظلوم الحقيقي، مع العلم انه واحد من المسؤولين الكبار ديال اس هذه سنوات كان قال على الفلس حيوانات بشريه، وهذا هو المنطق اللي كيتعاملوا به مع الناس ديال قطاع كيشوفوهم مجرد حيوانات اللي ماشي مشكل يتقتلوا ولا يموتوا هانيه، ما زايديننا ما ناقصيننا. ثاني حاجه استفزتني هي الخنقه والزمت اللي دايرينو هادوك القطاع قطعوا عليهم الضوء والماء والغاز، حيت اس هي اللي عاطياهم هادشي هذا وهي اللي كتحكم فيه وكتحكم لهم في التفاصيل ديال حياتهم كامله. من بعد جمعوا الجيش والسلاح ديالهم وحاصروا هذا القطاع الصغيور وبداو كيعيطوا حتى على العناصر ديال الجيش اللي كاينه برا اجيو عاونوا. ونزيدك ميريكان كتصيفط باش تعاون، فرنسا كتصيفط حتى هي، المانيا حتى هي كتعاون، وما نساوش بريطانيا وغيرهم كثير. تصور هاد الدول كامله بالقوه العسكريه الكبيره اللي عندها كتعاون اس اللي كتقول انها اصلا هي زعما قوه عسكريه ومجهده وعندها اختراعات عسكريه ديالها وقويه وعندها جيش مدرب. هاد الباكيج ديال القوه كله كيتعاون باش يتحارب مع ناس اصلا محاصرين مقموعين هذه سنوات وما عندهم لا ولا قوه عسكريه وكيديبانيو بداك الشيء على قد الحال. وفاش كتامل هذا الشيء هذا كيبان لك ان هذه المعركه ما فيهاش العدل نهائيا. وإلا شي واحد او شي دوله فكر انه يعاون الناس المظلومين الحقيقيين كتوقف وكتقول لك لا ما كاينش المساعده، دوك الناس غادي يبقاو محاصرين ويموتوا باش ما كان، اللي ما ماتش بالسلاح يموت بالجوع والعطش. واخر ما كاين هو ان مصر بغات تعاون، بغات تصيفط مساعدات وتدخلهم من معبر رفح، ولكن صيفطت تهديد مباشر وقالت انه الا وصلوا دوك الكاميونات ديال المساعدات حدا المعبر غادي تضربوا بالصواريخ، دونك بلاش. وبما ان عندها الدعم ديال القوى العالميه دونك مستعده انها تواجه اي واحد ودير اللي بغات، ما كاينش اللي غادي يمنعها او يقول لها اش كديري. هما كيسميو هذا الشيء هذا حرب، ولكن هو في الحقيقه الاعتداء ديال مجموعه ديال الدول اللي نورمالمون هي اصلا دول قويه على شويه ديال الناس لا حول لهم ولا قوه. ولكن اخي ابراهيم في الحقيقه راه الفلس هما اللي بداو الوالا يا صديقي، هما اللي جاو الارض ماشي ديالهم، عند ناس عايشين بخير وهجموا عليهم وبداو كياخذوا لهم الاراضي ديالهم صحه، وفاش خداو راحتهم وداروا اللي بغاو عطاو واحد الفرتوته ديال الارض للناس الاصليين السكان مالين الارض الحقيقيين. الا بانوا لك الفلسطينيين هما اللي بداو الوالا دابا، هما راه كيحاولوا يردوا الارض ديالهم اللي هي من حقهم. والا شفتي العالم كامل كيتعاون وكيتضامن اعلاميا سياسيا عسكريا دبلوماسيا باش يتحاموا على دوك شويه ديال الناس ويتعداو عليهم، راه كنظن باين شكون هو المظلوم الحقيقي. وسبحان الله هذا المظلوم تايق في مولاه سبحانه ومآمن بالقضيه ديالو ومستعد يدير اي حاجه باش يعيش بخير. وإلا بان لك انه الفلسطينيين هما اللي بداو بالاعتداء، اخبارك ان هذه تقريبا 20 عام وهذوك الناس اللي ساكنين في القطاع عايشين قمم المعاناه والتكرفيس، الكثافه السكانيه طالعه بزاف، الزحام، المواد داكشي ما كيكفيش، وخلاص الاعتقالات والضرب واي حاجه خايبه. لانه داك خونا اللي قلنا انه سماهم حيوانات بشريه قنع الجيش ديالهم باللي هادشي فعلا بصح، وعلى هذا الاساس كيتعاملوا مع دوك الناس اللي ساكنين في القطاع. دونك هادوك الفلسطينيين اللي دابا كيضربوا راه كيديروا رد الفعل لانهم تقهروا وتخنقوا، والضغط راه يولد
هذا علاش هاد الناس واخا الحقره والظلم والاعتداء كتلقى عندهم القوه باش كيصبروا كيقاوموا وكيامنوا انهم غيجي واحد النهار اللي غادي يعيشوا بخير. اما الاخرين واخا عندهم القوه العسكريه والدعم العالمي تلقاهم عايشين في الخوف، وزعما راه الاغلبيه ديالهم دوزوا التجنيد وموالفين بهذا الشيء ديال الحرب والضرب والقرطاس، لكن واخا هكاك والو. كتلقى غير دري صغير فلسطيني راضع الشجاعه من الحليب ديال مو، ما كيخاف من والو، بعكس واحد اللي كبير في السن وكبير في الحجم وداير الفورماسيون ديال الجيش ومتريني على القرطاس وداكشي كامل، كيشوف غير شي حجره جايه جهته كيموت بالخوف. هاد القضيه كانت دائما قضيه ديالنا كاملين، حيت داك الارض هي ارض مباركه فيها شي حوايج ديالنا كلنا كمسلمين، والمغاربه كانوا دائما هازين الهم لدوك الناس باغيينهم يعيشوا بخير في ارضهم. واللي خاصك تعرفوا ان المغاربه عندهم حي كامل تما، حي المغاربه، وهذا الحي شاهد على العلاقه الزوينه بيننا وبين خوتنا تما. وما نساوش دوك الناس شحال فرحوا معنا ايامات المنتخب كان كيربح في كاس العالم، لي تونو ديال المغاربه منتشرين تما، وشفنا هذا الشيء هذا دابا في هذا الهجوم اللي وقع، فلسطينيين لابسين تونو ديال المغرب. نطلبوا سيدي ربي من القلب الخالص انه يرزقهم السلامه والامن والفرحه، يفرحوا باسترجاع الارض ديالهم، وحنا ان شاء الله غادي نفرحوا معاهم. الا وصلك هذا الفيديو تفاعل معاه، ونتمنوا انه ما يكونش اخر فيديو في لاشين يوتيوب او في لاباج فيسبوك. في جميع الحالات اللي بغاها الله هي اللي غتكون، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الله ينفعنا وينفع بنا يا رب، ويرزقنا الثبات على المنطق السليم وعلى الحق. شكرا، تحياتي، نهاركم مبروك.